بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حبيبي، أنا طالب رسالة أولى، أخبارنا إيه؟ يا رب نكون بخير. اللي معاك الأسئلة عايزة تعمل حاجة حلوة أوي، يعني خليك ناصح. أنا قبل ما أحل السؤال ثبت الفيديو واختار أنت إجابة، حل أنت. حلو؟ صح غلط بس من غير ما تهبط. الله يبارك لك، الله يخليك. حل كده بتركيز، وبعد كده شوف انا حليت السؤال ازاي. شوف انت حليت صح ولا غلط، وشفت جبت كام من 10، 7 من 10، 8 من 10، 9 من 10. ماشي يا معلم، يبقى انت حتى استفدت من الفيديو. خلاص كده، تعال بقى نخش على الاسئله بتاعتنا. اسئلتك بقى ايه؟ اسالك بقى يجيب لك دي جمل، دي قضايا ولا مش قضايا؟ يقول لك قول لي دي موضوع، محمول، مخبر به، مخبر عنه. تعال نشوف ازاي. كل مما يلي لا يعتبر قضيه منطقيه ما عدا اللي جاي. ده كله مش قضيه منطقيه، كلها اساليب انشائيه. ما قلنا قضيه جمله خبريه ما عدا حاجه واحده بس. تعال ندور على حاجه الواحده ديت. بص يا باشا، رب اشرح لي صدري يا رب، دي اسلوب دعاء مش جمله خبريه. لا تعيش على انقاض الاخرين، ده اسلوب نهي مش جمله خبريه. من هو مخترع الكهرباء؟ عارفين مثال مخترع الكهرباء؟ طب لو تعرف اكتب في التعليق. من هو مخترع الكهرباء؟ ده استفهام. يبقى عندي ايه يا باشا؟ الاهلي بطل افريقيا. الله ينور عليك. الاهلي مبتدا، موضوع، بطل افريقيا ده الخبر يا باشا محمول. عشان كده دي سمت قضيه الاهلي بطل افريقيا. لو اهلاوي بقى يا باشا اتفرج على الفيديو، اضرب لايك على طول الفيديو ده وتكتب لي في التعليقات الاهلي حديد او الاهلي بطل افريقيا. نشوف بقى كام اهلاوي معانا. تعالى التانيه، عكسوها بقى، قال لك كل مما يلي يعد قضيه منطقيه ما عدا مشروعات الشباب منتجة. طب موضوعنا مشروعات الشباب، محمولنا منتجة، ما تنفعنيش. المصريون كرماء، مصريون موضوع، كرماء محمول، دي قضية. ويقول لهم خد بالك، كل دي قضية مع حاجة واحدة بس بندور عليها. المواصلات مزدحمة بالسكان، موضوعنا المواصلات، محمولنا مزدحم بالسكان، دي برضه قضية. إنما الوحيدة ما تعتبرش قضية، ما أجمل العودة للبساطة. ده أسلوب إيه يا باشا؟ اسلوب تعجب. عشان كده هنا كان بيسألك ايه اللي ما تعتبرش قضية. تعالى في سؤالي رقم 3، قال لك محمد اسرع لاعب في الفريق. تشير العبارة الى حد منطقي، قضية منطقية، جملة انشائية، رابطة قضية. بص اعمل باستبعاد الاول. اولا دي مش حد منطقي، فده استبعاد نهائي. دي مش رابطة منطقية، ولا هي موجبة ولا هي سالبة، مش موجودة عندي. لان دي حاجة من الاتنين، يا قضية منطقية يا جملة انشائية. امر، نهي، استفهام، تمني، تعجب، لا مش انشائيه. محمد ادي الموضوع، اسرع لاعب في الفريق ادي المحمول، دي جمله خبريه. اصبحت هي دي القضيه الايه المنطقيه رقم ب. تعال نشوف سؤال رقم 4. يقول ابو العتاهيه، واحد من شعراء العرب: الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. ده قال لك ده البيت ده يعبر عن ايه؟ ده مش قضيه طبعا، ده امر، نهي، استفهام، تساؤل. اولا ما امرناش بحاجه، ولا نهيناك عن حاجه الحمد لله، ولا حتى سألناك في حاجة. احنا بنتمنى ان الشباب يرجع تاني. فده اسلوب ايه يا باشا؟ تمني. تعال لسؤال رقم 5. شبه جزيرة سيناء هي شبه جزيرة صحراوية مثلثة الشكل تقع غرب افريقيا في الجزء الشمالي الشرقي من مصر. قال لك جملة، قال لك ما يشير ما تحته خط. شبه جزيرة سيناء، الطرف الاول خد بالك، اولا حد مخبر به، قضية منطقية، حد مخبر عنه، اسم علم. اولا ما فيش بني ادم اسمه شبه جزيرة سيناء خالص، ده الاسم العلم، فده مستبعد اهوت. مش قضية لانها مش جملة كاملة. اذا دي مخبر به، دي مخبر عنه. نشوف ده موضوع ولا محمول. ده موضوع. الطرف الاول، الطرف الاول كان مخبر عنه، ده اللي بتكلم عليه. كانت اجابتك رقم ج اللي هو مخبر عنه. انت قلتها؟ طب ما قلتهاش ليه؟ ماشي. تعالى في رقم 6. القناعة كنز لا يفنى. الحمد لله. وقال لك ما تحته خط، كنز لا يفنى، يشير إلى موضوع، محمول، رابطة سالبة، رابطة موجبة، في اتنين استبعاد أساسي. جدع. دي ولا فعل الكينون عشان تبقى رابطة موجبة هو أو يكون، ولا هي كلمة لاس عشان تبقى رابطة سالبة. تمام. دي حاجة من اتنين، يا موضوع يا محمول. طرف أول موضوع، طرف تاني محمول. دي الطرف إيه يا باشا؟ التاني. عشان كده دي تعتبر إيه؟ محمول. 7. وكالات الانباء تنقل اخبار ليست صحيحه. هنا انا مش هقول لك ايه الموضوع والمحمول ده ايه ولا ايه، اقول لك طلع لي انت موضوع ومحمول. الموضوع في القضيه السابقه هو صحيحه، وكالات الانباء، وكالات الانباء تنقل اخبار، ولا بعض. طبعا مش هي كلمه بعض مش موجوده اساسا في المثال خالص، فديت استبعاد. يبقى تعدى 3 حاجات. انا بتكلم على مين؟ وكالات الانباء ولا وكالات الانباء تنقل اخبار؟ كلامنا على ما تتغباش، عارفك عارفك
الناس تقول لك وكالات الانباء تنقل اخبار، ايه دي بقى ان شاء الله؟ مبتدا فين اللي بتكلم عنه؟ فين؟ وكالات الانباء مالها؟ تنقل اخبار ليست صحيحه. ده موضوعي وده محمولي، اختيار ان تبقى رقم ب اللي هو بتكلم عن موضوع وكالات الانباء. تعالى في سؤال رقم 8. كل متطرف متعصب لرايه الحد المخبر به في القضيه السابقه. يعني ايه مخبر به يا عم شريف؟ يعني موضوع ولا محمول؟ يا جدع محمول. تمام. انهي كلمه بقى؟ طرف اول ولا طرف تاني؟ الطرف التاني صح الكلام. متطرف ادي موضوع بالراحه كده بس. متعصب لرايه ادي المحمول. ولا كل ولا متطرف ولا الرأي، احنا بنتكلم على ايه يا باشا؟ متعصب لرأيه، ده المحمول هو الحد المخبر به. تعال اخر سؤالين في الجزئيه ديت. رقم 9. الكلمة الطيبة لا تضر قائلها. هذه العبارة تشير إلى قضية واداك اختيارات بقى بين موضوعها ومحمولها: رابطة موجبة، رابطة انفصال، رابطة اتصال. لا مفيش رابطة خالص، قلنا ما يستحيل يكون مفيش رابطة، هي يا موجبة يا سالبة صح الكلام. طلع موضوعك ومحمولك. الكلمة الطيبة ادي موضوع، تضر قائلها ادي محمول. فاكر قلت لك من شوية لا بين الاتنين وجيب بعديها فعل، عشان كده تبقى رابطة ايه يا باشا؟ رابطة انفصال. دي رابطة سالبة، ما هياش موجبة، ما هياش اتصال، دي رابطة انفصال سالبة لأن لا جاب بعدها فعل. 10. الطالب الذي لا يؤدي واجبه مهمل. دي برضه لا موجودة اهي، بس برضه تعالى نشوف بموضوعها محمولها موجبة انفصال قضويا محمول. لا توجد رابطة بين موضوعها محمولها، مستحيل. بموضوعها محمولها رابطا قضويا اللي هو كلمة إذا لو هتاخدها قدام شوية، لا مش موجود. حاجة من الاتنين. شوف بقى الاستبعاد بيريحك ازاي يا معلم. حاجة من الاتنين، يا موجبة يا سالبة. أنا بتكلم على مين؟ الطالب ولا الطالب الذي لا يؤدي واجبه؟ ولا مهم اللي بتكلم على مين؟ الطالب الذي لا يؤدي واجبه. مش الطالب بس، مش الطالب بس يا ندى، الطالب الذي لا يؤدي واجبه ده اللي بتكلم عنه. ماله يا عم محمد؟ مهمل يا عم محمد، يا عم محمد يا مهمل، مهمل. إذا هنا لا بعد منها فعل بس جت تبع الموضوع، عشان كده الرابطه هنا رابطه ايه؟ موجبه، مش رابطه سالبه او انفصال. زي ما قلت لك حل انت الاول، ما كانش في الحل بتاعي ماشي ازاي. بص يا باشا، اول سؤال قال لك ايه؟ الهره هي القطه. يعبر ذلك القول عن قضيه واداك اختيارات: تركيبيه، مركبه، تحليليه، عرضيه. اولا في استبعاد لحاجتين وريح دماغك. عرضيه مش في المنهج، ما بختارهاش اسهل. لو جات لك بقى عرضيه دي كانت من السنه اللي فاتت واتلغت، ما بس بيديلك في اختيارات عادي. مركبه لا، مركبه لسه ما خدناهاش، مش عندنا. انا عندي حاجه من الاثنين، يا تركيبيه يا تحليليه. تعال بص على المحمول بتاعك القطه. بالعقل كده احنا كررنا نفس الكلمه وعرفنا، لان الهره هي القطه بتاع كده القاموس. احنا عملنا تعريف، معنى عملنا تعريف المحمول هنا ما جاش من الواقع الخارجي، المحمول هنا جه من قلب الموضوع. ايوه، ما دام جه من قلب الموضوع بقت القضيه هنا قضيه مالها يا باشا؟ تحليليه مش تركيبيه. 2. وثبت الفيديو زي ما قلت لك: اسوان مدينه تقع جنوب مصر العربيه. العباره تشير الى قضيه. ادانا اختيارات: مركبه، تركيبيه، عرضيه، تكراريه. مش عرضيه، مش عندنا. مركبه بتاعت اذا لو اما، ما فيش فيها الكلام ده كله، هتحتاج كمان شويه. أسوان مدينة تقع جنوب مصر العربية. عرفنا منين يا معلم؟ دي قضية جغرافية من قلب الجغرافيا. قضية رجعت فيها للواقع الخارجي. ما دمت برجع للواقع الخارجي زي ما اتفقنا من شوية، إذا دي قضية تركيبية مش قضية تكرارية اللي هي التحليلية. أدي سؤالك التاني، المحمول جاي من الواقع الخارجي. ارجع للخريطة وأنت تعرف. 3. تعبر القضية 2 زائد 2 يساوي 6 عن قضية. دي قضية رياضية، خد بالك. احنا قلنا القضية الرياضية كلها قضايا ايه؟ ايوه، قضايا تحليلية او تسمى تكرارية. يعني ولا جيم تنفع ولا دال تنفع. اذا هي قضية تكرارية. صدق ولا كاذبة؟ طبعا مش حاجة اسمها 2 زائد 2 يساوي 6، دي رياضة حديثة ديت. عشان كده دي قضية مالها يا باشا؟ تكرارية لكنها كاذبة. أحمس هازم الهكسوس. تعبر القضية السابقة عن، واداك اختياراتنا برضو زي ما اتفقنا: تحليلية صدق ولا كاذبة، تركيبيه صدق ولا كاذبه. تعرف تجاوب؟ طب عندك المعلومه؟ انا بقى مش خايف الا من معلوماتكم. والله العظيم 3. بص يا باشا، اولا دي قضيه تاريخيه، حلو. والقضيه التاريخيه زي ما اتفقنا تبع القضيه الانسانيه كلها قضايا تركيبيه. هتستبعد حاجتين: ولا تحليليه ولا تحليليه. طب انت بالله عليك تعرف ان احمس هازم الهكسوس ولا لا؟ وانت تعرف هم يعرفوا؟ ادي الكارثه بقى يا معز.
عشان كده يا معلم هو والله أحمس فعلا هو اللي هزم إيه يا باشا الهكسوس. فدي قضية تركيبية لكنها تركيبية إيه يا باشا صادق. تعالى في سؤال رقم 5. البعيد نائي، دي قضية إيه نائي دي يا عم الحاج؟ لو عندك بقى قواعد اللغة العربية هتعرف. يقول لك ساكن في منطقة نائية، يعني إيه منطقة نائية؟ يعني منطقة بعيدة. جدع، منطقة ايه يا معلم؟ بعيدة. يعني معنى القضية ان البعيد بعيد. هو معناها كده لو ترجمتها في اللغة بتاعتك. المحمول كرر الموضوع تاني، يعني ما هياش تركيبية، ما هياش مركبة، ما هياش تأليفية. تأليفية هي تركيبية، استبعاد الاتنين على طول وانت مغمض. دي قضية مالها يا باشا؟ تكرارية. 6. القاهرة مدينة مزدحمة بالسكان، تعبرنا عن قضية. موضوعنا القاهرة، محمولنا مدينة مزدحمة بالسكان. جبناها منين؟ من الواقع الخارجي لما شفنا بعينينا. فدي كلها جت من الواقع، ما هياش متناقضة، مش في المنهج، ما هياش مركبة، مش تكرارية اللي هي تحليلية. هي قضية مالية معلم تركيبية. ماشي. 7. تشير القضية الأرملة من مات زوجها. احنا هنا يا معلم ايه؟ عرفنا الأرملة. ايوه عرفنا. ما دمنا بنعرف بقت قضية مالها تعرف. ما دمنا بنعرف نسيت يا خالتي السوداء. ما دمنا بنعرف بقت دي قضية مالها تحليلية. يعني استبعدنا ب، استبعدنا د كأساسي. هي تحليلية بقى كاذبة ولا صادقة؟ الأرملة من مات زوجها، طبعا دي قضية تحليلية مالها يا باشا صادق. الأرملة فعلا جوزها إيه؟ توفاها الله وارتاح منها. تعال في اسألك رقم 8. تعد القضية كل القطط ثدييات. قضية تحليلية صادقة، تحليلية كاذبة، تأليفية صادقة ولا كاذبة؟ القطط ثدييات حاجة جت من الواقع الخارجي، ده شغل علم، ده قضية علمية، عشان كده ما هياش قضية تحليلية هنا ولا هنا. تعرف بقى القطط ثدييات ولا مش ثدييات؟ عارف ايه هي الثدييات الاول؟ الله يبارك لك. ولا مش عارف؟ الحيوانات اللي بتلد ولا تبيض. فالقطط ثدييات. القطط ثدييات. ولا انتوا عندكم قطط بتبيض؟ وانا ما اعرفش القطط بتعمل ايه دلوقتي. عشان كده دي يا باشا ايه؟ قضية تأليفية صادقة. 9. الكلب حيوان ينبح. قضية منطقية، خدناها في الصفة الجامعة المانعة، أيوان في الفصل، في صفة الفصل بتاعت الكليات الخمس. حلو. فاكر؟ اما تبقى قضية منطقية تبقى ايه؟ أولا ولا مركبة ولا عرضية. احنا قلنا قضايا المنطق هي قضايا تكرارية، ما هياش قضية تركيبية. المنطق والرياضة كلها قضايا تكرارية اللي هي تحليلية. سأشاهد المباراة أو أذهب للسينما، واداك اختيارات. دي متناقضة، دي بسيطة، دي تكرارية، دي مركبة. مش متناقضة، دي قضيتين ما هياش بسيطة، دي قضية هي ودي قضية هيت، ما هياش تكرارية. ما دام بتتكون من قضيتين أو ضربة قضاء واسمها قضية مركبة. القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، ده سؤال رقم 2. وادك برضو اختيارات: متناقضة، بسيطة، تكرارية، مركبة. مش متناقضة، مش شايف حاجة خالص. ادي القاهرة موضوع عاصمة جمهورية مصر العربية، ده محمول قضية واحدة، جملة واحدة، وبالتالي ما هياش قضية مركبة، دي قضية أيوة بسيطة. تعال لسؤال رقم 3 من أقوال كلينت ستون. صوب نحو القمر فحتى إذا أخطأت فأنت تصيب النجوم. المقولة سبقت بديك رابط من رابط. فين الرابط؟ إذا. أيوان فاكر إذا؟ مش تكافؤ، ده إذا فقط إذا. مش وصل، ده واو. مش فصل، كلمة أو. إذا ضربت إيه يا باشا؟ الشرط. إذا ممكن سالب في اسم الرابط بقى كده عادي، أو بالقضية زي اللي تحتيها. كان شعار المصريين ثورة 19 بتاعت سعد زغلول الله يرحمه بقى: الاستقلال التام أو الموت الزؤام. يعبر ذلك شعار عن ده رابط فصل. رابط فصل بيعمل لك قضية إيه؟ عطفية إزاي؟ شرطية مستحيل. منفية، ده بيعمل قضية مالها يا باشا؟ انفصالية. هي كانت رقم ب الانفصالية. 5. سيفوز الزمالك ببطولة أفريقيا إذا وفقط إذا، ده الشرط الوحيد ومش هينالوه، لم يشارك فيها الأهلي. ومش هينالوها عشان ياخدوا أفريقيا إحنا ما نشاركش فيها، وإحنا بقى تبقى في كل سنة موجودين في أفريقيا، ما بنعتقش، ما بنحلش. إذا وفقط إذا ضربت من روابط، صح الكلام ده؟ يعمل قضية إيه؟ ضربة التشارط أو التكافؤ، مش عطفية، مش لزومية اللي هي شرطية، مش منفصلة. إذا وفقط إذا يعمل لك قضية إيه يا باشا؟ تشارطية. رقم 6. يقول المهاتما غاندي:
تقدم الأرض ما يكفي لسد كل احتياجات الناس، ليس كل أطماع الناس. الرابط، دور على الرابط. ليس، جدع. ليس ده رابط ايه؟ مش شرط، مش فصل، مش تشارط. لسه قايله دلوقتي حالا. ليس ده رابط الايه؟ السلب. 7، يقول ألبرت أينشتاين: لو لم يكن لديك من ينتقدوك فأنت في الأغلب لم تنجح في فعل أي شيء. ودي تحتوي على، واداك رابط من روابط. لو بيساوي إذا، لو بيساوي إن، لو هو رابط إيه يا باشا؟ جدع، جدع يا جمانة. سمعتك، هو رابط الشرط، ولا سلب ولا عطف ولا فصل. آخر سؤال عندنا في الجزئية ديت: يستطيع العرب هزيمة إسرائيل؟ إن شاء الله قول يا رب. إذا وفقط إذا اتحدوا جميعا في وحدة متكاملة. عشان نهزم اللي ما يتسموا إخواننا البعدة لازم نتحد مع بعضنا. إذا وفقط إذا، مش شرط، مش فصل، مش سلب، ده بتاع ليس أو لا، هو رابط التشارك.